صباح الفل عليكم، يا رب كلكم تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله يعني في أقل من أسبوع إن شاء الله يقل علينا. كل سنة والجميع بخير يا رب. ربنا يعيد عليكم الأعياد باليمن والبركات يا رب. وكل سنة وانتم في أحسن حال كده دايما. النهارده طلع بس اتكلم معاكم بخصوص ماتش امبارح، ماتش مصر وغينيا بيساو. قبل اي حاجه استاذنكم، يعني اي حد يشوف الفيديو يعمل اشتراك في القناه ولايك وشير، عشان دعمكم ده بيفرق معايا جدا وبيحمسني ان انا اعمل فيديوهات اكتر، لو الكلام طبعا عاجبكم يعني، او لو انا بقدم حاجه نوعا ما بتفيد الناس يعني، او بتفيد الناس المهتميه بالمجال الرياضي او المجال الكروي يعني عامه. وقبل اي حاجه برضو تاني ندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم يا رب ويثبتهم ويجعل نصرهم قريب باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم الاول على التشكيل وعلى الفورميشن او الخطه بتاعه منتخب مصر اللي كابتن حسام حسن اختار النهارده ان هو يبتدي بيها. كابتن حسام النهارده، قصدي اسف امبارح، فاجئنا ان هو اختار يغير الخطه تماما ويرجع تاني يلعب 4-3-3، ويلغي فكره 3-5-2. ابتدى بنفس الاسماء باستثناء عوده محمد حمدي من الايقاف، فدخله الملعب على حساب امام عاشور. وهنا نتكلم، هو ابتدى بالشناوي ورامي وهاني وعبد المنعم وحمدي، محمد حمدي وحمدي فتحي ومروان، مروان عطيه وحمدي فتحي اتنين في خط النص، زيزو، تريزيجيه وصلاح ومصطفى محمد. تمام. الثلاثه اللي في خط النص كان المفروض زيزو وحمدي فتحي ومروان عطيه. زيزو كان بياخد الطرف وصلاح كان بيضم لجوه. وطبعا كان واضح جدا ان في مشكله عندنا، وكابتن حسام تقريبا برضو كان شايفها، ان مفيش حد يطلع بالكوره، فكان مقرر ان هو يلعب على الاجناب يعني يلعب على العرضيات. برضو انا معرفش هو القرار ده بناء على ايه، في حكايه ان اكيد ماشي غينيا عندها ممكن مشاكل في العرضيات او مشاكل دفاعيه، او هي فريق اصلا قليل يعني، بس احنا لو لعبنا مع الفرقه دي كوره على الارض واختراق من العمق وجمل، هيبقى الموضوع اسهل من ان انت تختار اوبشن العرضيات. تمام، الا لو انت مضطر، فانت قررت انك تلعب على العرضيات وتفتح الملعب. وهو المدرب بتاعهم كان فاهم ان انت قوتك في اطرافك، في تريزيجيه يعني. هو في تريزيجيه واحد جايب لك جونين الماتش اللي فات، فموقف له اتنين قافلين الناحيه بتاعته، مع طبعا ضعف محمد حمدي دفاع هجوميا، وكمان هو على المستوى الدفاعي مش احسن حاجه. والناحيه الثانيه صلاح وزيزو، صلاح حدث ولا حرج كل العالم عارفه، فطبعا الحته الناحيه الثانيه مقفوله تماما، وانك عشان تطلع عرضيه او حاجه الموضوع بيبقى في منتهى الصعوبه. رغم كده برضو وجود زيزو وصلاح الناحيه اليمين ادى متنفس لمحمد هاني ان هو يطلع ويقدر يمشي ويزيد ويقف على الكوره ويقدر ياخد مساحه ويرفع عرضيه. بس لان ده يعني للاسف برضو محمد هاني عنده مشكله في مستواه، احنا كنا بنتكلم في الموضوع ده كتير. لو كان عمر كمال هو اللي بيلعب مكان محمد هاني من اول الماتش، انا متاكد ان احنا كان الوضع بتاعنا هيختلف تماما، مع وجود عمر كمال وزيزو وصلاح في جبهه واحده، وان انت مختار الاوبشن العرضيات، كان الموضوع هيفرق جامد جدا، وان احنا كنا اكيد هنسجل. المهم قرر كابتن حسام ان هو يفتح الملعب ويلعب على الاجناب من غير برضو ما تشوف جمله معينه يعني. انت برضو مش، انا مش فاهم انت يعني، واحد بيشوف مثلا كولر في الملعب لما يكون عايز يحرر تاو ولا الشحات، بيجمع اللعب في حته، هو وجوميز مثلا بيجمعوا اللعب في حته وبساط وتنقيلات وفجاه يلعبوا على الناحيه الثانيه، او يطلعوا بالكوره على حد بيعرف يطلع الكوره، يطلعوا على امام، فامام بيعرف يعمل الثرو اللي من ورا المدافعين. في جمل بتبقى باينه، او في يعني حاجه تكتيك معين بيبقى واضح للناس. ده ما كانش باين غير ان احنا بنلعب على العرضيات وفاتحين الملعب.
جت الكوره لزيزو، رفع عرضيه برده مش احسن حاجه. يعني زيزو هو الوحيد اللي كان باين ان هو بيقف على الكوره وبيقدر يرفع نوع. رفع عرضيتين مش احسن حاجه. محمد حمدي جات له واحده يقدر يرفعها احسن من كده، برده رفعها مش حلو برده، لان في اطوال عندهم. جت بقى من النقطه الفارقه في ان انت لازم تغير القصه بتاعتك دي. اصابه مصطفى محمد كانها رساله من ربنا ان احنا لازم نغير. فهو الشخص الطويل اللي انت معتمد عليه خرج. عندك على الدكه لو انت عايز تلعب مهاجم، محمد شريف. محمد شريف ومحمد الشامي دول اختياراتك تمام، بس انا لو واوفا، فانا طبيعي لما اجي اختار مش هختار اوفا. يعني مع احترامي ليه ومع احترامي ان هو مهاجم واعد وكل حاجه، بس يعني هو زي فرق ايه عن احمد حسن كوكا؟ يمكن كوكا عنده خبرات ومحترف، نفس الفكره ونفس الاوبشن. يعني احمد ياسر ريان، يعني لو انت معتمد على مهاجم طويل او حاجه، طب يعني احمد ياسر ريان فين؟ على الاقل ده منتخب اولمبي من صغره، كان عندك خيارات كتير قوي. يعني مع مصطفى محمد معرض ان هو يحصل له اي حاجه، ومعرض ان انت ممكن ما يكونش موافق غير الاصابه. ممكن مصطفى ما يكونش حلو عادي جدا، يعني مش في يوم انت محتاج تغير. المهم ما خدتش الناس دي مفيش مشكله. مين بره عندك عنده خبرات؟ اهلي، ويعتبر بيلعب في دوري يعتبر قوي، اقوى دوري في المنطقه العربيه، و... وهداف النادي الاهلي قبل ما يمشي محمد شريف. فطبيعي ان انا مصطفى محمد اتصاب وفي اوبشن لازم انزل محمد شريف، واغير بقى الفكره بتاعتي ان انا ابتدي اطلع بالكوره. بس انا هطلع ازاي بالكوره؟ واحده واحده برضه. يعني انا هطلع ازاي بالكوره وانا ما عنديش اللاعب اللي هو يطلع لي بالكوره؟ طواعية انت اخترت ان امام يبقى جنبك على الدكه، وهو الاوبشن الوحيد اللي عندك في خط النص اللي يقدر يطلع الناس بالكوره، وما ابتديتش بناصر ماهر. وفي نفس الوقت انت من كلامك يعني، او من المفروض ان احنا عايزين نكسب، ان الفريق في المتناول. القصه ان انا اكون فرحان بالتعادل لما يكون فريق اقوى مني، او هو على ارضه شرس، عمل هجمات عليا، فانا كنت، احنا ما الشناوي ما اختبرش. هي الكره اللي دخلت جون غلطه كارثيه من محمد حمدي اللي انت مختاره، وكابتن رامي ربيعه. هو عندك بره ياسر ابراهيم اللي احنا قلنا من الماتش اللي فات ياسر لازم يلعب. غير كده احنا ما شفناش تقريبا الشناوي غير في كورنر او في حاجه زي كده تقريبا. دي اختياراتك. والموضوع الناس فرحانه بالتعادل والناس مبسوطه، بس احنا كنا ممكن نكسب. يعني انت لما تبص على الماتش كمجمل كتوتال، انت طبيعي ان انت تكسب. انت لو نزلت ناصر ماهر من بدري شويه هتكسب. لو نزلت امام عاشور بمهام الطبيعيه اللي هو ينزل يستلم ويطلع ويدي للناس الكوره، مش تعتمد على حد تاني في طلوع بالكوره، هيبقى احسن. امام عاشور خطورته عمرها ما بتكون لما بيقرب من مناطق الهجوم. امام عاشور ما بنستفادش منه لما يستلم بظهره. لما استلم بوشه مره واحده حط كوره بسن رجله فوق العرض. بصرف النظر ان هو مش في حال، يعني امام مش حلو، يعني امام مش في حالته الطبيعيه، بس برضه هو اوبشن مفيش غنى عنه في المنتخب. الشوط الثاني انا برضو مش فاهم هو ايه الخطه اللي انت معتمد عليها، او هو ايه هو الفكره، او هو إيه التكتيك اللي انت باني عليه تشكيل فكره المنتخب. يعني انت ماشي ماتش 3-5-2 وماتش 4-3-3. الشوط الثاني رجعت تاني 3-5-2 ومسكت زيزو الخط اليمين تمام، ومسكت تريزيجيه المجهد جدا واللي واضح ان الجو مأثر عليه الخط الشمال، قصدي محمد حمدي اسف الخط الشمال، وتريزيجيه قدامه تمام. في وجود اوفا ومحمد صلاح قدام، الاثنين ما لعبوش مع بعض قبل كده، ومفيش اي تفاهم ومفيش اي حاجه لغايه لما يعني لغايه لما اوفا خرج ما لهوش اي لمسه ولا له اي تاثير. الافضل يعني لو انت مش معتمد على محمد شريف او انت مش عايزه، ان انت ما كنتش نزلت اوفا، كنت لعبت صلاح فيرود زي ما لعبته اخر 4 دقايق ونزلت الناس الثانيه، وتغييرت برضو ابراهيم عادل. يعني ليه ابراهيم عادل نزل؟ يعني انت تريزيجيه ماشي تعب، بس انت عندك يعني يا عم نزل اي حد تاني، نزل مصطفى لعبه الناحيه الثانيه مصطفى فتحي. انت ليه عايز تقول ان انت اكتشفت لعيبه؟ يعني مش وقت اكتشاف والله، ده مش ماتش ودي.
ابراهيم عادل جات له كذا كوره ان هو عنده اوبشن ان هو يرفع او يمرر او بتاع، هو مش عارف ياخد، عايز يعمل كل حاجه في الكوره. يعني عايز يعمل كل حاجه في الكوره في الوقت اللي هو نازله، مش منزل حد تقيل ورزين على الكوره يعرف يقف، يعرف عارف هو عايز ايه من يعني قبل الكوره ما تجيله وهو واخد القرار هيعمل بيه ايه. الكلام فنيا على اللي بيعمله كابتن حسام يعني مفيش. يعني انت بتبقى قاعد حمدي فتحي دوره ايه في الملعب؟ يعني في فرق بين ان انا الدي لعيب ادوار مركبه، وفي فرق بين ان انا اضطر الخبط لعيب، وان انا ومش كل اللعيبه تقدر تستحمل اللي انت بتعمله. يعني مش شوط ليبرو والشوط تاني خط نص وتبني عليه الهجمه وهو مش لعبته الكلام ده. مروان كتر خيره جدا في ان هو بيفسد الهجمات وبتاع، كورته حلوه على فكره مروان، بس انت مش معتمد عليه يعني، بس مش هو اللي يقدر يوصلك، مش هو اللي هيقدر يوصلك. كان يعني لازم امام ينزل وينزل ورا. انت لما نزلت امام ترجعه ورا، لكن انت منزله 10 كمان يعني زي قوي ورا اوفا. امام كورتين، الكره اللي شاطها برجله الشمال جت فوق العارضه، والكره الثانيه اللي استلمها لعبها ثرو لزيزو، زيزو لعبها عرضيه كانت ردت لصلاح للشوطه الثانيه. هم تقريبا الشوطين لينا باستثناء الجول، صلاح شاطها فوق، هو لعبها برده يعني الكره دي زيزو امام لعبها بينيه في مكان بالسنتي لزيزو، زيزو استلمها وراح لعبها عرضيه كويسه جدا. طبعا اوفا مش هنا، المفروض هو واخد الخطوه وسابق المهاجم يشوطها بوش رجله، راح سابق المدافع، راح المدافع خبطه في رجله وردت لصلاح، المفروض يحطها احسن من كده، حطها فوق العرض. الكره من اصلها من عند مين؟ من عند امام لما رجع خطوتين لورا وعرف يطلع الكره بشكل كويس يوصل الناس. يا ريت نشيل من دماغنا فكره ان احنا عايزين نجيب لعيبه يقولوا ان الكابتن حسام هو اللي طلعها. دي نصيحه للكابتن حسام يعني، بقى خلاص بعيد عن الماتش تمام، احنا اول المجموعه وهنفضل اول المجموعه مفيش مشكله ان شاء الله. يعني كده كده هنصعد المجموعه دي باذن الله، باذن الله كده كده صاعدين. ومفيش مصري عايز، مش عايز منتخب مصر يوصل يعني. احنا لما بنتضايق من المنتخب بنبقى يعني، حتى الواحد قبل الماتش بيدي انطباع سلبي او حاجه عن المنتخب وعن انه زعلان لما بيحس ان في ظلم، ان في لعيب اتجامل على حساب لعيب او في حاجه، بس ما بنتمناش ان المنتخب يخسر. يعني مثلا انا راجل زملكاوي شايف ان شوبير احق بالشناوي عادي، ما فيهاش اي حاجه يعني. ممكن بقى دي شايف ان عمر كمال حق من محمد هاني، شايف عمر جابر المفروض ان هو يكون ليه دور في المنتخب. هو ده الواحد بيتضايق منه من المنتخب، لكن كتشجيع او حاجه احنا عايزين المنتخب يكسب، عايزين نبقى لينا دور في كاس العالم، عايزين اكيد بنشجع يعني. فبس يا ريت ان كابتن حسام يشيل من دماغه قصه ان هو عايز يجيب لعيب يبقى هو اكتشافه، او هو ده بقى اللي عنده، نلعب بالافضل والمتاح. لان هي يعني على مدار الفتره اللي فاتت دي اثبتنا ان احنا ما عندناش حد في الخط الامامي مثلا بيقدر يصنع الفارق غير فعلا المحترفين. مهما كانت جوده اللعيبه المحليه هم كويسين ولاعيبه يعني زيزو ولا امام ولا، بس يعني لو هنتكلم على زيزو، زيزو اكتر لاعب مظلوم في المنتخب حرفيا، لانه ما بيلعبش في مكانه والراجل بيأدي اللي عليه. زيزو النهارده الشوط الثاني احسن لعيب في الماتش، والشوط الاول برضه احسن لعيب في الماتش من وجهه نظري يعني. الراجل ما عملش اي حاجه، ولما نزل رجع باك يمين لعبه افضل ما يكون دفاعيا وهجوميا، بس برضه مش مركزه، عشان كده تاثيره قليل. وبرضه نرجع اللي بيصنع الفرق عندنا مع محمد صلاح، فلازم ان انا الراجل ده افضيله وابني الخطه عليه بشكل افضل من كده. شوف هو هيقدر يفيدنا في انهي مكان، ونقدر يعني كابتن حسام بخبرتك تقدر يعني تعمل منه ايه. ولازم لما يبقى فيه فيرود يبقى عندنا البديل ليه، تبقى انت مجهزه اكيد. انت يعني انا مع يعني اتمنى ان ما يكونش احمد اوفا انت واخده اول معسكر ليه تحط في دماغك ان هو هيبقى الرقم 2 في خط الهجوم، ما ينفعش. اللهم صل على النبي. عامة زي ما قلنا احنا كده برضو اول المجموعة، وان شاء الله لسه بقى في شهر 3 نتقابل على خير. تصريح كابتن حسام بخصوص ان في ناس زعلانة او في ناس فرحانة، هو كابتن حسام خلص الماتش وفتح جاب الايباد او جاب التابلت وفتح شاف الناس بتقول ايه على التحليل اكيد، وده مش طريقة يعني مدير فني منتخب مصر.
تمام. وكلامه كان واضح جدا ان هو تقريبا بيتوجه للاستوديو. الناس اتكلمت لانها كانت منتقده الاداء ومنتقده كام حاجه كده زي ما الناس كلها، ان في ناس بتفرح لما المنتخب يتغلب عشاني، وفي ناس ما اعرفش يعني حضرتك ركز في شغلك. هو دي نقطه يعني، دي حضرتك ركز في شغلك ومالكش دعوه بالناس بتقول ايه. يعني اي حد بيمسك المنتخب الناس بينتقده فنيا. تاني نقطه بتقول انا ما شفتش المنتخب لعب اداء احسن من كده من ايام بره ارضه، من ايام ما انا كنت بلعب. هو حضرتك لما كنت في الاستوديوهات ايام ما كان المنتخب ماسكو فيتوريا ولا كيروتش ولا كوبر، كنت دايما بتنتقده وبتقول عليه وان انت لو مسكت المنتخب هتعمل وتسوي. فدي فرصتك انك مسكت المنتخب. فاحنا عايزين، انا متاكد ان هو في ماتشات المنتخب لعبها احسن من كده بكتير يعني، اكيد ده مش المقياس يعني بره ارضه يعني. بس ده تصريح ما ينفعش ان هو يكون يطلع من مدير فني منتخب مصر. وانك السعاده مبالغ فيها قوي انك فرحان بالنتيجه، لا هي نتيجه مرضيه، بس هي المفروض والمنطقي والمعطيات وكل حاجه بتقول ان احنا لازم نكسب. تمام يا كابتن حسام. فمع انت واخد دفعه معنويه كتير قوي من الناس مستنياك تنجح، وناس كتيره بتحبك، حتى اللي مختلف عليك فنيا هو بيتمنى لك النجاح، لان هو يعني انت بتدرب منتخب مصر مش بتدرب نادي. يعني انا مثلا مش مراهن عليك، او مش مراهن عليك انك، محدش مراهن عليك انك تفشل وعايز او هيفرح لما انت تفشل. لا، هو هو حضرتك معاك الاوبشنز كله، وانت اللي بتختار بايدك، بتروح للحاجات الغلط اللي توقع المنتخب. يعني ماتش زي النهارده، الحاجات البسيطه اللي احنا اتكلمنا فيها دي لو اتعملت، انت تطلع الشوط الاول فايز بلعيب واحد بس ينزل. الناس كلها شايفه مثلا ان محمد هاني اقل من ان هو يكون موجود في التشكيل الاساسي لمنتخب مصر، وانت مصمم عليه. رامي ربيعه النادي الاهلي نفسه هو بيلعبه مضطر، وبرضه انت مصمم عليه. محمد حمدي من كاس الامم والناس كلها بتتكلم عليه عنده مشاكل في الجانب الدفاعي. ماشي اوكي، احمد فتوح اتصاب تمام، بس انت برضه ما كنتش بص على باك شمال تاني في مصر. يعني لو انت بقى مساله انك بتاخد لعيبه ما بتشاركش، كنت تاخد كريم الدبيس مثلا يعني، واديله برضه معاكوا تمرينات وكده مثلا يعني. هو اي باك شمال هيبقى احسن من محمد حمدي. خلاص هو الفتره بتاع يعني هو الكيرف بتاعه نازل. اتمنى يعني انك تكون شايف ومتابع الكلام ده، مش متابعني انا يعني، شايف الملعب وشايف ايه اللي بيكسبك، ولما بيحصل ايه احنا بنكسب ازاي حتى، او بنتعادل ازاي. يعني ما فيش اداء جمالي، احنا مش بنلعب البرازيل يعني عشان تقول الاداء حلو واستحواذ. انت طبيعي انك تستحوذ قدام فريق زي غينيا، هو سايب لك الكوره اصلا وبيلعب على المرتدات وكتر خير الدنيا يعني. على العموم يعني حلو، مبروك النقطة على رأيك، ويا ريت نبني على اللي جاي، و يعني نبني على اللي جاي ان احنا عرفنا خلاص مين يستحق يلعب اساسي ومين ما ينفعش يروح المنتخب تاني. ويا ريت ما يبقاش في مجاملات مرة تانية، يعني ما يبقاش في مجاملات في المنتخب ان انت كنت دايما بتشتكي منها وانت مدرب وانت لعيب وانت محلل، دايما شايف ان الناس بتتجامل. فما تجيش انت تعمل كده وتشخصن الامور مع الناس وتستبعد ناس عشان في امور شخصيه بينك وبينهم وبعض. فده منتخب مصر مش منتخب حسام حسن، والناس من حقها انها تنتقد عشان عايزه المنتخب يبقى افضل، بالذات لما نلاعب فريق يعني مش مصنف، ولا يعني مش سنغال ولا مغرب ولا كاميرون ولا كوت ديفوار ولا يعني مش عارف اقول مين تاني، ولا تونس ولا الجزائر، واطلع اقول انا فرحان عادي يعني والاداء واللعيبه رجاله. لا طبعا، الطبيعي والمنطقي ان احنا كنا نكسب ونكسب مكسب مرتاح. زي ما قلت لكم في اول الفيديو، مستني اشتراككم في القناه ولايك وشير، وسعيد جدا باي حد بيتفرج عليا، وبجد دعمكم هيفرق معايا جدا. كل سنه وانتم طيبين مره تانية، وشكرا ليكم، واشوفكم على خير باذن الله.